بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إنشاء حساب على اليوتيوب عملية سهلة جدا وبتتطلب اتباع الخطوات الآتية. طبعا إن كان المتصفح عندك عربي أو إنجليزي أو أي لغة أخرى راح تظهر خاصية التسجيل لحساب جديد بهذا اللون. نضغط هون. هلا بالخيار الاول حيطلب منا تسجيل ايميل بشرط انه هذا الايميل ما يكونش مستخدم مسبقا في موقع اليوتيوب باي حال من الاحوال. الخيار الثاني انه نعبي اسم مستخدم اللي هو حيصير جزء من رابط القناة. طبعا دائما بنصح اختيار اسم له علاقة بمدلول بمحتوى القناة يعني، ويفضل قدر الإمكان عدم استخدام الأرقام، يفضل عدم استخدام الأحرف الغير منطقية مع بعضها البعض إذا كانت الرغبة طبعا إنشاء قناة هادفة. نختار أي اسم، مثلا إنترنت. نفحص إذا كان هذا الاسم مستخدم مسبقا. طبعا حيعطينا بالاحمر انه هذا الاسم تم استخدامه سابقا، وبيعطينا اقتراحات. هلا اذا ما بدنا ناخذ بهاي الاقتراحات بنضيف احرف زياده مثلا عشان نسهل الموضوع. هون بيعطيني انه تم قبول هذا الاسم. نستمر. بالخيار الثالث بنعبي الدولة، بالخيار الرابع بنحط تاريخ الميلاد، وبالخيار الخامس بنحط الجنس. بنخلي المربعين هدول على حالهم الا اذا ما حبينا انه حدا يوصل لنا. اذا حدا مثلا هذا الخيار انه اذا حدا عنده الايميل الخاص فينا بيتعامل معنا مسبقا، عنده الايميل الخاص فينا ما بدنا يعرف انه لنا قناه على اليوتيوب، بنلغي هذا الخيار. اذا ما عندنا مشكله بنخلي هذا الخيار كما هو عليه. نستمر. بعد ما نقرا شروط الاستخدام، طبعا ما حدا بيقراها، نضغط على أنا موافق. هلا هون بيطلب منا بالخيار التالي إضافة كلمة مرور، ومرة ثانية ندخلها للمطابقة، وإدخال الكود العشوائي. إنشاء حساب. هلا مباشرة في حال الموافقة على التسجيل بدون أي إشكاليات حيرسل لي رابط تفعيل، وبدونه ما راح تتفعل القناة على اليوتيوب. حيوصلنا الرابط التفعيلي كالتالي على إيميلنا. نضغط على الرابط التفعيلي، احنا أصبح لنا قناة. هلا بعد انتهاء التسجيل وتفعيل القناة عبر الإيميل راح يكون عندنا عدة خطوات حتى الوصول إلى قناة بشكلها النهائي. وبإذن الله تعالى راح أقدم سلسلة كاملة حول كيفية تفعيل وإدارة القناة وكيفية الرفع، كيفية التقطيع، وكل هذه الدروس بإذن الله راح تكون ضمن سلسلة كاملة. بعتذر إذا كان في إطالة، لكن بحب إنه يكون في شرح وافي كامل، وبعتذر إذا كان في أي خلل في شرحي للدرس، وبتمنى إنكم تعذروني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.